انت دلوقتي عايز تتجوز تاني، عايز تخوض التجربه ان انت تتجوز تاني. اخوه ممكن تبقى ناجحه جدا. ايوه ماشي، بس كل الاطراف تتراضى. انا فاهم، كل الاطراف تتراضى دي، ما احنا كده بنشتري شقه، فاهم؟ احنا برضو احنا بنتكلم على جوازه، فجوازه دي مسؤوليه وقصه كبيره وبيت. طب انا هقول لحضرتك على حاجه. اقول لحضرتك على حاجه. قول لي. هو ليه الراجل يعني مفروض عليه ان هو يعمل الحرام بس الحلال لا؟ يعني لا، هو مفيش يعني حاجه قالت ان هو يعمل الحرام. انا بتكلم على الستات او البنات او يعني تفكيرهم. لا، هي فكره ان هي صهينه. انا ما اعرفش، هي فكره ان هي ايوه ماشي، ما هي طنشت. انا مش قابله بزوجه تانية ايا كان الكلام ايه. هي طنشت لان هي عايزه الدنيا تمشي، ومش كل الستات برضو. لا، ما من غير تطنيش، هو مش تطنيش يعني. بمجرد ان انا اخرب البيت بس انت ما تتجوزش تاني. طب والعيال والبنات والصبيان والشباب والاب والبيت، في حين ان انت يعني ممكن تكون زوجتك الاولانيه ديت يعني ست الناس. حقيقي فعلا ست الناس. اللي خلقنا ربنا، اللي خلقنا لما شرع الكلام دوت ما شرعوش كده يعني اعتباطا. اوكي. او ان ايه يعني انت الراجل اللي انا خلقته دوت هو ادرى باحتياجاته ايه وبحياته ايه ونفسيته فسيولوجيا وجسمانيا وبدنيا وذهنيا وحاجات كتير. محتاج نوع تاني، شكل تاني، مش شكل قصدي يعني. انا على فكره سامعك، انا ما بتكلمش، انا ساكت وسايبك تتكلم. يعني محتاج نفسيا في حد ممكن يروق عليه او يروق عليه معاه. لا يعني مش يعني نفسيا. انا فاهمك اقول لك شرع لك دوت عشان تبعد عن الحرام، لان هو ده الهدف الاول والاخير، ان انت تمشي في الحلال ما تمشيش في الحرام. مظبوط. تعالى بقى تعالى نتكلم فيها واحده واحده. يعني مش بنتكلم على هي حلال ولا حرام، احنا بنتكلم على الشكل المجتمعي. احنا بنتكلم على ان انت تقدر تفتح بيتين ماديا ومعنويا ولا لا؟ يعني تقدر تفتحهم. هو كل اللي بيتجوز الجوازه الاولانيه قادر ان هو يفتح بيت؟ يعني المفروض ان هو يبقى داخل الموضوع ده بنيه كويسه وربنا بيكرمه وبيبارك له. احنا عايشين في مجتمع عارفينه كلنا. عارفين ان في ناس بتقبض 3000 جنيه و4000 جنيه وغير قادر وهي ماشيه وتمام والجمعيات وي 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 وي, وي كل دوت. فوارد جدا ان الجواز الثاني خلي بالك هو برضه رزق. فانت بتتعامل مع في حد جه سيدنا النبي وقال له انا يعني اشتكي ضيق الحال تزوج تاني، برضه اشتكي ضيق الحال تزوج تاني وثالث ورابعه، لحد رابعه ما جت ان هي بتعلم الستات انا بتعرف تعمل نتيجه. بص يا حسن، انا معاك واحده بس انا برضه تاني انا مش بتكلم على الحرام ولا الحلال، انا بتكلم على مجتمعيا. يعني حتى انت بتقول الكلام ده زمان، دلوقتي الوضع شويه مختلف. فهل انت هتقدر تعمل ده ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه التانيه برضه، يعني لو احنا بنتكلم حتى برضه بعيدا عن الدين، احنا لو بنتكلم بالمنطق المفروض ان زوجتك الاولى تبقى موافقه وعندها رضا، يعني مش اللي هي هتبقى بتزغرط لك يعني، بس عندها رضا. صح؟ طبعا. فهي لو هي موافقه وعندها الرضا وانت هتقدر معنويا تفتح البيتين وتمام وزي الفل، يا باشا توكل على الله ما تفكرش. لا، ما هو بقى المشكله ان مش هي، انا ما بتكلمش على زوجتي انا شخصيا او اي حاجه، انما هي الستات دايما عندها الفكره اللي هو انا مش هقبل لو حتى البيت ده هيتخرب والعيال. مش كل الستات، ما هو ممكن ست تانية، انت ممكن تقول ست تانية تقبل. 99% من الستات ما بتقبلش، ولو هترسم معاها على خراب البيوت علشان هو مش الراجل يبقى كذاب، علشان هو بالعقل مش منطقي. هي هتحس دايما ان في حاجه غلط، ان انت يعني فاهم، هي انت مقسوم 2، فاللي هو انت في انا فاهم ان ده الدين بيقول كذا، كل الكلام ده تمام، بس برضو الدين قال ان انت لازم تبقى هي راضيه. صح؟ اكيد. بس كده. فهي لو مش راضيه فانت مش هتقدر تحقق المعادله. فهي انت فاهم هتلف في الموضوع، هتلاقي ان الموضوع مليان زحمه. بس اللي انا اقدر اقول لك عليه، لو هي عندك المدام راضيه وانت تمام، توكل على الله يا باشا، دوس. انت اللي هتشيل لوحدك يا حسن. لا، انا خلي بالك، خلينا قلت لك انا في الاول خالص ان الموضوع ده صعب جدا جدا جدا، ومحتاج اما هو صعب اصلا شخصيه يعني ايه، شخصيه مش عاديه. ايوه طبعا. يقدر يوفق بين الكلام دوت نفسيا وذهنيا وما يأثرش ويلتزم بواجباته اللي مفروضه عليه. عايزك تهدي نفسك، بس شكلك متضايق انت اليومين دول وعايز تتجوز تاني.
لا خالص والله، يعني بالعكس. بس هو ايه الفكره اللي بتراودني ان هو ليه انا الست تقبل ان جوزها يبقى كذاب؟ ما هو لازم يبقى كذاب. لا انت هش الفكره اللي بتراودك دي، هشها ولا هشها هشها مشيها.